أهلا بيكم. يومكم جميل. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد، عن فاتورة المتعة والانبساط. أغلبكم قال لما سألتكم عن بتحسوا إنكم مضطرين تقدموا مقابل لو خرجتوا أو انبسطتوا أو عملتوا حاجة لنفسكم. في اللي قال أنا بخاف أخرج علشان لما برجع بلاقي الدنيا مكركبة فوق دماغي كأني بتعاقب على الراحة دي، أو أنا مش بخرج غير لما بنفجر وبكون خلاص مش قادرة أتحمل. انا حاسه بيكي وعارفه ان اللحظه اللي بتفتحي فيها باب الشقه وترجعي تاني للدوشه بعد ساعه روقان ممكن تهد كل اللي بنيتيه في الساعه دي. عارفه ليه ده بيحصل؟ عارفه ليه بنحس ان الخروجه خناقه مع الواقع اللي احنا عايشين فيه؟ لاننا غالبا مش بنسمح لنفسنا اصلا اننا ننبسط غير لما بنوصل لنقطه الصفر، لما خلاص بنرمي كل حاجه ورا ظهرنا وننزل واحنا في قمه الغضب. هنا الخروجة ما بقتش روقان، هنا بقت هروب اضطراري. وعشان كده لما بترجعي بتحسي كأن البيت بيعاقبك. محتاجة تعرفي ان الصوت الناقد اللي جواكي هو اللي بيعاقبك على الخروجة، مش البيت ولا الكركبة ولا الاشخاص. لان انتي من جواكي مش مديه لنفسك الحق ان انتي تتبسطي بجد. احساسنا اننا بنتعاقب على الراحة دي جملة من صنع الناقد اللي جوانا. الحقيقة ان المواعين والكركبة هم جماد ما بيعرفوش يعاقبوا حد. اللي بيحصل انك لما بترجعي وبتحكمي على نفسك ان انتي قصرتي عشان خرجتي بتشوفي الكركبة جبل، لكن لو رجعتي وانتي ممتنة لنفسك ان انتي شميتي هوا هتشوفي الكركبة دي مجرد مهمة هتاخد نص ساعة وهتخلص. الفرق مش في حجم الكركبة، الفرق في حجم طاقتك وانتي بتواجهيها وبتوجهيها للمكان الصح بتاعها. عايزين نغير ده، عايزين نخلي المي تايم او الخروجة هي صيانة دورية مش عمرة للموتور بعد ما باظ. لما بتخرجي وانتي لسه فيكي طاقة بتقدري ترجعي وتتعاملي مع كركبة البيت بهدوء اكبر لانك شحنتي بدري. بلاش تخلي راحتك مرهونة بانك تخلصي كل اللي وراكي الاول، لان اللي وراكي صدقيني مش بيخلص. وبلاش تخليها بعد ما تنفجري. اسمحي لنفسك النهاردة تشوفي ان انتي تستحقي الساعة دي حتى لو البيت مكركب، مش عشان انتي مقصرة، لا، عشان انتي انسانة محتاجة تفصل عشان تعرف تواصل. البيت المكركب مع ام رايقة اهون بكتير على الاولاد من بيت بيلمع مع ام منهارة. عايزاكي تغمضي عينيكي كده لمدة ثانية واحدة وتتخيلي معايا الموقف ده. لو انتي راكبة طيارة لا قدر الله حصلت مشكلة، اول حاجة المضيفة هتقولها ايه؟ البسي ماسك الاكسجين بتاعك الاول وبعدين لبسيه لاولادك. هما ليه بيقولوا لنا كده؟ هل دي انانية مثلا؟ لا، لانك لو فكرتي تلبسيه ليهم الاول واغمى عليكي، لا، هما مش هيعرفوا يعيشوا ولا انتي هتعرفي تنقذيهم. النهاردة عايزين نعمل تمرين بسيط جدا. عايزاكي تقومي تقفي قدام المراية، بصي لعينيكي وقولي لنفسك انا مش رفاهية في البيت ده، انا المحرك. لو المحرك ده عطل السفينة كلها هتقف. راحتي النهاردة مش مكافأة على تعبي، راحتي النهاردة هي الأكسجين اللي هيخلي ولادي يتنفسوا حنية وهدوء بكرة. أنا عايزاكي تكتبي التوكيد ده يتعلق على المراية، على المطبخ، على مكان انتي بتشوفيه على طول. قولي كده لنفسك على طول أنا الأول علشان هما يكونوا بخير. جربي النهاردة تعملي حاجة واحدة بس ليكي فيها راحة، واول ما مخك يروح للمواعين اللي في المطبخ والكركبة اللي في البيت قولي لنفسك انا دلوقتي بلبس الماسك بتاع الاكسجين بتاعي. وخليكي ثابتة على موقفك وخدي الراحة بتاعتك. خليني اسألك سؤال، لما بتعملي حاجة لنفسك هل بتحسي ان انتي انانية؟ وايه الكلمة اللي الناس اللي حواليكي بيقولوها للأم اللي بتفكر في نفسها الأول؟ شاركوني احساسكم كده بكلمة انانية، وبكرة هنعرف مع بعض ازاي نحول الأنانية دي لحب حقيقي لينا ولولادنا. دلوقتي اقول لكم سلام.